السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يزعم ناشروه أنه لقبيلة هندية تهم بدفن امرأة حية رفقة زوجها المتوفي من باب العادات والتقاليد. ويظهر في المقطع الذي أحدث ضجة واسعة عبر الشبكات امرأة محمولة على الأكتاف وهي تبكي، ومن حولها أيضا أناس يبكون وهم يحملونها قسرا، حيث جاء في أحد التعاليق أن أحد القبائل الهندية يقال إنه من تقاليدهم إذا مات العريس تدفن العروس معه حية، وهذا تقليد كان سائدا وكان منتشرا بشدة في العديد من الدول، في حين أن الآخرين لم يصدقوا فحوى هذا الفيديو وقالوا بأنه مجرد تمثيل للحصول على اللايكات والوصول إلى الترند، بينما أعرب آخرون عن استيائهم لهذه الطرق الغريبة رغم أنها غريبة إلا أنها كانت حقيقية وكانت واقعة ولا تزال تقع في بعض الدول، فالحمد لله على نعمة الإسلام. كما أوضح النشطاء أن المقاطع ليست حقيقية، وإنما هي مقتطفة من فيلم يتحدث عن عادات وتقاليد منطقة النيبال، حيث يتم دفن الزوجة بعد وفاة زوجها وهي حية، أو يتم حرقها مع جثمان زوجها ونثر رمادهما في النهر. وقد تحرق المرأة حية طوعا أو كرها مع زوجها المتوفي في بعض القبائل، رغم أنه تم تجريم هذا في عدة دول، إلا أنه لا يزال العديد من الدول تعرف هذه الظاهرة. واسم هذه العادة هي السوتي، وهي كلمة من الست الكلمات السنكارية والتي تعني الحقيقة، وهي طقس ديني متعارف عند بعض الدول منها الهندوس، حيث يعتبرون الأكثر من يقومون بهذه الطقوس وهذه العادات، حيث تقوم المتوفى عنها زوجها بحرق نفسها طوعا أو كرها مع زوجها المتوفى. وتعتبر عادة السوتي طقسا دينيا عند الهندوس، حيث تقوم المتوفى عنها زوجها طوعا أو كرها بحرق نفسها مع زوجها، إلا أنه طقس نادر وغير قانوني وتم تجريمه سنة 1829. ويعود أصل الكلمة لإله الهندوس سيتي، والتي أحرقت نفسها لأنها لم تستطع على الصبر على إهانة أبيها داكشا لزوجها شيفا. وتستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى أن المرأة العفيفة. ويعرف القانون الهندي عرف وتقليد السوتي الذي صدر منعه سنة 1987 على أنه الحرق أو الدفن حيا لأي أرملة مع جثة زوجها المتوفى أو أي قريب آخر مع أي شيء متعلق به، أو أي امرأة تم دفنها أو حرقها مع جثة قريب، بغض النظر عن ادعاء أن الحرق أو الدفن إما بموافقة الأرملة أو المرأة. ويفترض أن السوتي كان يمارس اختياريا، فبحسب روايات كثيرة عن حوادث كانت اختيارية، وكانت زوجته تطوعت من تلقاء نفسها لإجراء هذا التقليد، إلا أنه أصبح في ذلك المجتمع نتيجة ضغوط اجتماعية، حيث تعتبر المرأة الأرملة امرأة منبوذة ويتم إجبارها بالكثير من الضغط على الموت مع زوجها. فهناك روايات تصف إجبار المرأة على الجلوس على محرقة النعش قبل إشعالها مع ربطها لمنعها من الهرب، وهو ما ينفي أن هذه المرأة هي من تلقاء نفسها. وكما تلاحظون في الصور، فالمرأة غير راضية وغير قابلة لهذا الطقس، ويتم إجبارها بالقوة على حرق أو دفن نفسها مع زوجها المتوفى. وهناك حالات كثيرة تم تسجيلها، حيث تعطى للمرأة المخدرات لمنعها من مقاومة ومن معرفة ما يجري حولها. فيما تصف رواية أخرى أن الرجال كانوا يمنعون المرأة من الهرب من النيران
بحرابهم حيث يقومون بطعنها لتبقى وسط النيران. وفي العادة يتم الدفن خلال يوم من الوفاة، مما يجعل القرار حول السوت سريعا. وإذا مات الزوج في منطقة أخرى فتحرق المرأة أو الأرملة في وقت لاحق، وينظر للسوت على أنه زواج بين الأرملة وزوجها الميت مرة أخرى. فبدلا من أن تلبس المرأة لباس الحداد على زوجها، فإنها تلبس لباس أو ملابس الزفاف أو أي ملابس جميلة كما ترون، وتأخذ المرأة زينتها كما تجرى مراسم الزفاف قبل أن يتم الحرق. وتختلف طقوس السوت، ففي الغالب تستلقي المرأة بجانب أو بجوار جثة زوجها، أو تلقي بنفسها في النار، أو أن المرأة توضع في القبر ويوضع جثمان الزوج فوقها. وهناك نصوص مكتوبة حول هذا الطقس وتسمى باللاجيام، حيث تحتوي أوامر مفصلة عمن يمكن أن يقوم بتلك العادة، وعن تنظيف المرأة ووضعها ولباسها. وفي بعض الجنازات الملكية تقوم عدة زوجات وجاريات للملك بالتطوع أو عنوة للموت ودخول القبر مع الملك. وفي بعض المجتمعات الهندوسية تضطجع المرأة بجانب جثة زوجها رمزيا مع قيام بطقوس الزفاف والجنازة، ولكن بدون قتل المرأة. وهناك مجتمعات تقوم بتطبيق ذلك الحد وقتل المرأة، إما حرقا أو دفنا مع زوجها. وهناك طقس آخر يدعى جوهورو، وينتشر في راجستان، حيث يتم بالانتحار الجماعي لجماعة ما إذا واجهوا بهزيمة ما. إذا نشكركم على المتابعة، والمرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إذا حاولوا أن تشجعونا. إذا هذا طلب بسيط، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.